والله 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 انا بايع عربيتي امبارح لا حول ولا قوة بسبب ان انا وصلت لمرحله بقالي 8 شهور ما خدتش جنيه في النادي الاسماعيلي. احمد ربنا يا نجم انك عندك عربية بعتها. اللي بيحصل معاك ده بيحصل مع لعيبة في الدرجة التانية والتالتة والرابعة وما عندهاش حتى عجلة. اهم مشكلة في كرة القدم المصرية، والمثال ده مش بس في الكورة، المثال ده ممكن يكون عندك مصنع او شركة او مؤسسة او اي منظومة. عمرك ما هتنجح وتحقق هدفك الا ما يكون في عدل، واهم حاجة تكون مراد الناس القديمة قبل الجديدة. ندخل في الموضوع ده. اللاعب عبد الرحمن مجدي لاعب نادي الاسماعيلي ولاعب منتخب مصر الشباب اللي كان مكسر الدنيا وكلنا طبعا عارفينه، وهو بيحكي عن المشاكل في نادي الاسماعيلي مع كابتن ابراهيم فايق. بقول ان احنا بدانا غلط، بدأناش صح. ان مجلس الاداره راح جاب 12 لعيب 12. وبيتكلم عن الظلم اللي تعرض له في نادي الاسماعيلي، وان النادي جاب لاعيبه جديده واداها فلوس وساب اللاعيبه القديمه. اللعيبه اللي شالتك المفروض واللي قعدت النادي السنه اللي فاتت على الاقل لما تيجي تجيب حد تساوي ده بده. ما تستغربش ان النادي الاسماعيلي في المركز الاخير وبينافس على الهبوط. اي نادي بيظلم اللاعيبه القديمه اللي شالته واستحملته في وقت صعب ربنا مش هيكرمها وهتكون في الموقف ده. وده مش في نادي الاسماعيلي بس، ده ملخص الكرة في مصر بنسبة 98%. ده في أندية أصلا يعني بتقول لك امشي وهات فلوس كمان. انت بتقول طالما احنا لينا مستحقات متأخرة وطالما احنا عندنا مشاكل ماديه واحنا اللي كنا واقفين مع النادي، فمن باب اولى ان انت الاول تخلص الامور الخاصه بينا وتظبط عقودنا وبعدين هات جديد، مفيش مشكله. صح. انت بتجيب لعيبه جديده وتديها فلوس عشان ربنا يكرمك وتاخد كاس او دوري او تفنش في الجدول في ترتيب كويس يلعبك في بطوله افريقيا، او لو انت نادي درجه تانية عايز ربنا يكرمك وتصعد للدرجه الاولى. ربنا هيكرمك ازاي وانت جايب لاعب جديد بتديله فلوس وسايب اللاعب القديم من غير فلوس وما خدش حقه؟ ودايما اللعيبه بتبص لبعضها، وده رزق طبعا وكل حاجه، بس طالما هتجيب لاعب جديد لازم تراضي اللاعب القديم زي ما نادي الاهلي بيعمل، وزي ما في انديه كتير محترمه برضه بتعمل. قبل ما يجيب اللاعيبه الجديده بيجيب اللاعيبه القديمه ويعدل لها في العقد بتاعها. ربنا هيكرمك ازاي وانت ظالم لاعب وقاعد على الدكه او بيلعب وشاي حاسس ان هو مظلوم؟ الكره عمرها ما هتدخل جوه. والله 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 انا بايع عربيتي امبارح لا حول ولا قوة بسبب ان انا وصلت لمرحله بقالي 8 شهور ما خدتش جنيه في النادي الاسماعيلي. المشكله انكم عارفين العدل والظلم وبتعملوا اللي انتوا عايزينه ولمصلحتكم الشخصيه، وفي الاخر بتحصل الكارثه. نادي بيمثل محافظه ينزل درجه تانية، ونادي بيمثل محافظة مش عارف يصعد من الدرجة التانية إلى الدرجة الأولى. أنا بحكي مشكلة لعيب في الفرقة، أنت عندك 30 لعيب أو 28 لعيب كده في النادي. الخلاصة العدل أساس النجاح. السلام عليكم.